للبطولة خصائص وسمات، وللأبطال ملامح وصفات تجعلهم في سجل التاريخ نموذجاً للبذل والعطاء. وبطلنا اليوم واحد من هؤلاء، رجل يشهد بشجاعته الأعداء. إنه المقاتل العنيد، البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي. ولد الشهيد إبراهيم الرفاعي في 27 من يونيو عام 1931 بحي العباسية بالقاهرة، لأسرة تنتمي لقرية الخلالة مركز بلقاس بالدقهلية. ونظراً لكثرة تنقلات والده الذي كان ضابطاً بالشرطة، لذا حصل الشهيد على الابتدائية من محافظة الغربية، وحصل على الثقافة العامة من الزقازيق عام 1949، وعلى الثانوية العامة عام 1951. هو نشأ في عيلة عسكرية. جده كان عبد الوهاب بيك لبيب، أسرة عسكرية. هو كان كبير إخواته، كان قدوة لإخواته كلهم، بدليل إن إخواته الصبيان الثلاثة ضباط والرابع ما التحقش بالخدمة العسكرية لأن كان نظره ضعيف. بدأت مسيرته العسكرية بالالتحاق بالكلية الحربية في أواخر عام 1951، حيث برزت قدرته الفائقة في اللياقة البدنية والرماية وألعاب القوى. وتخرج الشهيد البطل في الكلية الحربية في 27 من يونيو عام 1954، وانضم إلى سلاح المشاة. حصل الشهيد الرفاعي في مسيرته العسكرية على الدورات الأساسية لسلاح المشاة وبعض الدورات التخصصية، ثم أهلته قدراته البدنية الفائقة للالتحاق بأول فرقة للصاعقة عند انعقادها عام 1955 بمنطقة أبو عجيلة بسيناء. جاء ترتيبه الأول على فرقة الصاعقة. سعدت جدا الحقيقة، وكان ليا الشرف إن إبراهيم الرفاعي أحد الضباط اللي خدموا تحت قيادتي. عرفته منذ كان ملازم سنة 55، ومنذ أول يوم لفت النظر. ضابط جريء مقدام، يعشق القوات المسلحة، دائما يعني عايز يطلع أي عملية. وبدأت منذ ذلك الحين مسيرته الفدائية في خدمة الوطن وقواته المسلحة. إبراهيم كان أمين جدا في تدريبه للناس بتوعه، مش عاوز أقول عنيف لكن واقعي، محققا لمبدأ كنا دايما بنقول عليه في الصاعقة: تدرب كأنك تقاتل لأنك ستقاتل كما تدربت. قامت عمليات بورسعيد سنة 56 وتقرر اشتراك الصاعقة فيها، واشترك إبراهيم رفاعي في عملية تدبير معسكر للدبابات تدبيرا كاملا، ثم اشترك معي في تأسيس وحدات الصاعقة في فبراير عام 1957. وفي عام 1959 حصل على دورة استطلاع من الاتحاد السوفيتي، عين بعدها مدرساً بوحدات الصاعقة، واشتهر بإبداعاته في استنباط فنون جديدة للقتال وتنفيذ العمليات الخاصة. وكان الشهيد الرفاعي من أوائل الذين شاركوا في حرب اليمن التي شهدت صولاته وجولاته في العمليات الخاصة، لعل أبرزها وهي الاستيلاء على منطقة الجبل الأحمر من القوات الملكية. وأصيب في تلك العملية بأول إصابة له في العمليات الحربية، ولكنه نال في تلك العملية ترقية استثنائية تقديراً لجرأته وشجاعته. ثم شارك في حرب يونيو عام 67 كضابط بفرع استطلاع إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، حيث كلف من قبل اللواء محمد أحمد صادق مدير إدارة المخابرات بتنفيذ عدة عمليات لتدمير مخلفات الجيش المصري في سيناء من مخازن للذخائر والمستودعات الإدارية قبل أن تقع في أيدي العدو.
وعدد آخر من العمليات الخاصة التي شارك فيها معه عدد من ضباط الصاعقة وضباط الصاعقة البحرية ذوي الكفاءة العالية والمهارات القتالية الفائقة، وكانوا يعملون تحت اسم منظمة سيناء العربية. ثم أصبحوا القوة الرئيسية في المجموعة 39 قتال عند إنشائها في يوليو عام 1969. ولم يستغرق تدريبهم على تنفيذ العمليات الخاصة وقتاً طويلاً، فما هي إلا أيام قليلة من بدء الإنشاء حتى كانت المجموعة 39 قتال جاهزة للقتال وتنفيذ أصعب وأعقد المهام. وقد خاض الشهيد إبراهيم الرفاعي أكثر من 50 عملية قتالية، كل منها يحمل سمة مميزة من سمات الشجاعة والإقدام، يتحدث عنها بعض مرافقيه في العمليات من أبطال المجموعة 39 قتال. كان هناك تعليمات للشهيد إبراهيم الرفاعي أنه ينفذ العملية على موقع المقابل لمدينة إسماعيلية اللي هو موقع لسان التمساح. قعدنا استطلعنا يوم بالكامل، شفنا تحركات العدو، دخوله وخروجه، عدد الأفراد اللي فيه. كان عدد الأفراد اللي في حدود من 40 إلى 44 حسب الدخول والخروج. انتقى إبراهيم الرفاعي مجموعة اللي هتعمل على هذا الموقع. احنا بدأنا نتحرك 64 فرد 6 قوارب إلى أن وصلنا إلى جنوب الموقع حوالي 100-150 متر. دخلنا على الموقع، تعاملنا بالقنابل الدخان والقنابل اليدوية بالأسلحة الصغيرة بكل ما هو معانا. الRPG ضمننا الموقع تدمير كامل، قضينا على قوة الموقع الموجودة كلها، أنزلنا العلم الإسرائيلي، رفعنا العلم المصري. استغاثات الإسرائيليين كانت على جميع أجهزة التصنع. عملنا كل ما يستطيع أن يعمله فرد الصاعقة والفرد المقاتل المصري. وتنوعت عمليات المجموعة 39 قتال بين الاستطلاع والحصول على المعلومات إلى عمليات قتالية متنوعة. ولعل من أبرز ملامح شخصية الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي هو إصراره وعزمه على تنفيذ المهام القتالية على أكمل وجه مهما كلفه الأمر من بذل وتضحية. الشهيد إبراهيم الرفاعي اللي بيتمثل فيه الإصرار والتحدي لتنفيذ المهام. عملية الكارانتينا ودي احنا نفذناها كان في شهر أغسطس سنة 69. وصلنا لغاية الرصيف. هذا الرصيف كان معمول عشان خاطر بيمد السفن الإسرائيلية بالوقود وبيمدها بالمعدات والمؤن. حزمنا الرصيف بالمتفجرات وكان معانا مجموعة من المهندسين، ورجعنا حوالي 500 متر للخلف عشان خاطر نشوف الرصيف وهو بيتنسف ونصوره. اتنسف جزء من الرصيف والجزء الثاني ما اتنسفش. فالشهيد إبراهيم الرفاعي وقف المجموعة واداها أمر بأنها ما تتحركش، رجع بنفسه شخصيا للرصيف عشان خاطر يكمل تحزيم الرصيف بالمتفجرات عشان يتأكد من نسف الرصيف بالكامل. ده كان نوع من أنواع التحدي والإصرار في تنفيذ المهام والعمليات. خط بارليف كان مكون من مواقع متباعدة، وكان بيوصلوا المواقع دي بدوريات. إبراهيم الرفاعي زي ما قلت إن هو كان يهتم جدا بموضوع المعلومات، شايف كل تحركاتهم. فلما لقى العربيتين الجيب دول خد قرار إن هو يعمل كمين عند الإسماعيلية كده عند بحيرة التمساح. تم تلغيم المداء، وبعدين كل واحد فينا عمل حفرة لنفسه قعد فيها. فدخلت الدورية، العربية الأولى فلتت، العربية الثانية ضرب فيها اللغم. العربية دي كان فيها رئيس أركان القوات البحرية الإسرائيلي ونائب مدير المخابرات الحربية الإسرائيلي، والاثنين قتلوا. في 73 احنا كلفنا بتدمير مناطق البترول، منطقة بلعيم. 3 طيارات من عندنا طلعت من مطار الماظة، رحنا على مناطق التنكات اللي موجودة في بلعيم، ترمى عليها كميات كبيرة جدا من مواد الحرق، ولعت التنكات كلها. طلعنا بالقوارب
ضربنا مناطق البترول الموجود في شراطيب، ضربنا مواقع البترول الموجودة في أبو رديس. قابلتنا دورية إسرائيلية اشتبكنا معاها، ضربنا المناطق اللي موجودة في منطقة راس محمد. طلعنا من المنطقة التجمع بتاعتنا إلى منطقة الإسماعيلية. فبسأل إبراهيم الرفاعي إيه الهدف؟ فقال لنا العدو عمل ثغرة وعمل كوبري هناك، فإحنا واخدين المهمة من هنا إن هنطلع ننسف الكوبري اللي عملوه الإسرائيليين وبعدوا من عليه. وبعد تحرك المجموعة في اتجاه الجيش الثاني الميداني، تلقت أمرا آخر بتعطيل قوات العدو على طريق السويس الإسماعيلية، وتحركت لتنفيذ المهمة بقيادة البطل إبراهيم الرفاعي. خدنا مهمة ان احنا نعمل كماين على منطقة او على الغروب بتاعت منطقة نفيشة. بدأنا نفتح تشكيلنا. العدو عمل كمين تحت. ابراهيم الرفاعي طلع فوق قائد صواريخ ومعاه طقم ار بي جي ومعاه طقم 57. طلعوا فوق القاعدة من فوق واحنا القاعدة من تحت. العدو بدأ يفتح تشكيله ويدخل علينا، بدأنا نتعامل معاه. دمر دبتين. الموقع بتاعه كان انكشف ليه القواذف اللي هي مضادة الدبابات بتطلع لهب من الخلف. احدى الدبابات شافت المكان بتاع ابراهيم فضربت عليه، فجات له اصابه مباشره في القلب. الضابط بيحب القتال، هو طبيعته يحب القتال. وانا قلت له يا ابراهيم انت يعني ربنا يديك العمر، انما انت أنا زي ما شايفك كده هتموت في المعركه، لن تموت موته طبيعيه ابدا لانك انت خلقت لهذا. وفي خزائن الأوسمة والأنواط لشهيدنا البطل الكثير مما يعبر عن ثراء مسيرته وعظم عطائه وتعدد ميادين شجاعته وإقدامه. حصل على اكبر عدد من الاوسمه والناشئين. معاه 2 نص شجاعة من الطبقة الأولى، ترقية استثنائية. معاه وسام النجمة عسكرية 3 مرات. معاه وسام نجمة الشرف. معاه وسام نجمة سينا. دي أحسن حاجة سابها لنا، أحسن من كل كنوز الدنيا. كما نلمح بعضا من رؤية المقربين منه فيما اتسم به من شجاعة وإقدام وجرأة في الاقتحام. ابراهيم الرفاعي أعمل أكبر خسائر في قوات العدو خلال الفترة دي كلها. أول أسير جبناه كنا نشار على الجبهة كلها، 92 عملية على الجبهة كلها تحت قيادة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي. موهبة ربانية في العمليات الخاصة، يحمل قلب نمر، لا يهاب أبدا. ابراهيم الرفاعي في الوقت اللي كانوا بيتشدق به اليهود ان عبد الناصر هيسلم، اوقع فيهم خسائر واحيا فينا الامل ان مصر قد تمرض ولكنها لا تموت. ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بالشهاده. كنت بشوفه بيسأل على كل عيلته دايما، كان دايما يوم الجمعة ياخدنا انا وسامح اخويا، كنا نتجمع كلنا احنا وعمامي واولادهم في بيت جدي، لازم نتغدى مع بعض. فاتعلمت منه الشهامة، علمنا يعني ايه نبقى عندنا شهامة. يعني هو كان اب مثالي، زوج مثالي برضو. قبل ما نتجوز قال لي انا زمايلي بيقولوا له انت مش هتعيش اكتر من 10 سنين بالطريقه دي. انا كنت فاكره مثلا بيعدني يعني لمرحله قاسيه، ما كنتش متصوره انه حقيقي. فاللي كشف لي الموضوع ده والدته بعد ما استشهد بسنه او 2 كده حكت لي حكايه ان هو فعلا كان عارف كده وبيخوض المعارك دي وهو عارف انه هيفضل مستمر فيها لغايه ما ربنا يختاره. وهكذا أسدلت السماء الستار على حياة واحد من خيرة أبناء مصر والقوات المسلحة، رمز البطولة والفداء. ومثل هؤلاء الرجال العظام تبشر السماء بلحظات وأماكن استشهادهم، وتظل أعمالهم تمثل لمحات مضيئة أبد الدهر لمن يريد أن يمتثل بهم ويقتفي في مسيرة البطولة أثرهم. يا ابن مصر البار، يا صادق الوعد، يا قوي العزم،
اليوم نجلس حول ذكراك في خشوع، نحيي عطاءك ولا نذرف في موتك الدموع.